السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل ابديت للفريم وير بتاع الجهاز بتاعنا، سواء كانت كاميرا او ان في ار او دي في ار او اي ديفايس من هيك فيجن. تمام. اول حاجه بنعمل ايه؟ بنفتح الجهاز بتاعنا زي ما احنا شايفين كده وبنخش على الجهاز. الطريقه دي بتنفع مع كل اجهزه هيك فيجن اللي تقدر تعمل كونكت عليها او بينزل لها تحديثات للفريم. بنعمل لوج ان. تمام. بعد الجهاز ما يفتح معانا بنخش على configuration، ومن configuration بنخش في system setting. بناخد الموديل device موديل، بناخد الموديل بتاع الجهاز كده بناخده كوبي. دي أسرع طريقة أو أسهل طريقة، عشان في طرق تانية بس دي أسهل طريقة تجيب بيها الموديل بتاع الجهاز والفريم وير. بناخده كوبي كده، نروح تاني عندنا على البراوزر ونفتح صفحة جديدة وناخد الموديل اللي احنا خدناه، نعمل له بيست هنا ونعمل سيرش. اول جهاز بيظهر عندنا اهو الاي دي اس 2 سي دي اللي هي الكاميرا بتاعتنا 7A46. تمام. بنخش عليه وبننزل تحت كده. تمام. هتلاقي عندك حاجة اسمها سبيسيفيكيشن وريسورس. هندوس على ريسورس، دي هنزلنا على طول على الداتا شيت بتاعت الكاميرا واليوزر مانوال. الحاجات دي في تحتهم هتلاقي كلمة فريم وير. تمام. عندنا هنا الفريم وير، اخر فريم وير موجود البيلد نمبر بتاعه اللي هو 1925 والفيرجن بتاع الفريم وير 5861. هندوس عليه، ندوس اجري، هيبدأ يعمل لنا داونلود للفريم وير. تمام. بعد ما الفريم وير اتعمل له داونلود هنشوف هنعمل ايه. وكده الفريم وير بتاعنا اتحمل. بعد ما اتحمل اتحمل معاك بالشكل ده مضغوط، اول حاجة هنعملها هنفك الضغط بتاع الفريم وير. تمام. يبدأ يفك الضغط معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام. وبعد ما نفك الضغط نبدأ نرفعه على الجهاز بتاعنا. الموضوع سهل جدا، بس هي خطوات لازم نعملها بالترتيب عشان يطلع معاك الموضوع ما يحصلش مشكلة. كده احنا فكينا الضغط، طلع عندنا الملف ده الفريم وير الجديد. نرجع للجهاز بتاعنا اهو، ونخش على maintenance and security او maintenance على حسب الجهاز اللي عندك. في السيتنج او الكونفيجريشن بتلاقي حاجة اسمها maintenance. تمام. بتدوس عليها. تمام. وفي هتلاقي عندك حاجة اسمها upgrade، هتدوس على upgrade. تمام. بيقول لك هنا local upgrade، بنختار الفايل بتاعنا. تمام. هنا select فايل، بنشوف الفايل بتاعنا حاطينه فين. احنا حاطينه هنا في داونلود نيو فولدر. الفايل بتاعنا اهو هناخده كده. احنا حطينا الفايل بتاعنا في رفعنا الفايل بتاعنا على الكاميرا. تمام. بعد كده بندوس على كلمة upgrade، بيقول لك device will restart automatically after upgrade. فتدوس بيقول لك هتكمل، فنقول له اوكي. ندوس اوكي. يبدأ الجهاز زي ما احنا شايفين كده يبدأ يظهر الخط ده ويبدأ يعد فيه الابديت. خلينا نشوف كده بس يبدأ معانا. هو هياخد وقت شوية لأن الفريم وير بتاعنا تقريبا حجمه 1 جيجا. خلينا نشوف هيبدأ ونشوف الوضع عامل ازاي. هنا بدأ يعد معانا اهو. تمام. هنا بدأ 1 وهنا الخط الأزرق بتاعنا بدأ يتحرك. عشان الفيديو بس ما يطولش انا هوقف التسجيل، واما يقرب يخلص هنرجع تاني مع بعض نشوف بعد الابديت ايه اللي هيحصل.
يبقى كده الكاميرا خلصت تمام. وهنا بيعمل ريستارت للكاميرا، هياخد تقريبا دقيقتين وبعدين الكاميرا ترجع تشتغل من جديد. دي الكاميرا عملت ريستارت. هنطلع بقى نشوف الكاميرا حصل لها ايه بعد الابديت. نتأكد الابديت اتعمل مظبوط. هنخش على configuration تمام. configuration نخش على system setting، هنلاقي الفريم وير بتاعنا اللي هو احنا قلنا البيلد نمبر 1925 فيرجن 5.8.61. وبكده تكون عملت ابديت للفريم وير للجهاز بتاعك.